كيفاش الحاله الصحيه، كي دايرين الوليدات، كي دايرين نتوما تما؟ بغيناكم تكونوا معززين مكرمين. الصور اللي كتوصل تما نتوما بخير وعلى خير، ساكنين في واحد المؤسسه بخير. الحمد لله. شوف، الاجواء جيده، الاقامه في المستوى. احنا في فندق في مدينه واشنطن. الفندق كيبعد على الملعب ديال التدريب 5 ديال الدقائق، دونك قريب لينا. والملعب ديال التدريب عندنا 2 ديال الملاعب ديال التدريب، و سال دو ميسكولاسيون، بيسين، لو بان دو غلاس، جميع وسائل ديال لا ريكوبيراسيون عندنا. دونك الحمد لله الامور مزيانه. اللاعبين كذلك حتى الحاله الصحيه ديال اللاعبين مزيانه، ما عندناش اصابات، ما عندناش مشاكل. باستثناء الهنوري اللي مازال الاصابه ديال المباراه ديال بورتو مازال كيعاني منها، وحنا تنحاولوا نسترجعوا بسرعه. الامور الحمد لله بخير وعلى خير. الحمد لله امور بخير وعلى خير. بالنسبه للانتدابات اللاعبين اللي اخترتوا واللي كيشكلوا هذه التركيبه، كلهم كاينين وصلوا تما؟ وصل كاين اللاعب البرازيلي وصل بالامس، وبقى سوما هو اللي مازال ما وصلش. تنظن يوم الاثنين يكون معنا ان شاء الله. من اللاعبين الاخرين اللي كنا تعدناهم قبل فكانوا يجوا معنا من المغرب، باستثناء اللاعب البرازيلي اللي التحق بنا، والسوما اللي مازال كيف قلت يوم الاثنين ممكن ان شاء الله يكون معنا. نعم. وللاسف الانتدابات الاخرى اللي كنا بغينا حتى هي تكون معنا فما قدرناش، لانه لقينا مقاومه كبيره سواء من الانديه ديالهم سواء من القانون اللي ما يسمحش ليك. دونك لقينا عراقيل كبيره في سوق الانتدابات في هذا الميركاتو هذا اللي هو استثنائي. ولكن باش تاخذ لاعبين من الفروق ديالهم اللي تيبقى لي في العقد ديالو شهر او 20 يوم، فكتلقى مشكل باش انك تاخذه. دونك كيف قلت لك خصنا الصراحه اعاده نظر في هذا التوقيت ديال هذا الميركاتو، لانه صعيب جدا تاخذ فيه اللاعبين اللي بغيتي. نعم. سي عمر، إلا عندك شي سؤال. احنا كنتحاوروا الان مباشره من امريكا، من واشنطن، مع واحد من الاطر المغربيه من ابناء هذا الوطن، سي امين بن هاشم. سي امين تبارك الله. دابا النتائج ديالو هي تتكلم عليه. قبل مع نهضه الزمامره نتائج في المستوى الكبير، وصل الفريق للصف الثاني. فريق الوداد ماشي غا جا وكان مدرب ديال فريق الوداد الرياضي. سي امين بن هاشم مدرب من المدربين الكبار اللي كاينين في الساحه الوطنيه. نتمنى له التوفيق من هذا المنبر ديال الام اف ام. تنشوفوا بان لاعبين، قال لك لاعب برازيلي نور الدين امرابات، شفنا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش يتعامل مع اللاعبين، لا في الحصص التدريبيه لا في مستودع ديال الملابس ما بين الشوطين. ولكن كيف قال شنا لاعبين اللي هما لاعبين شبوان، اللاعب ريان محتو اللي وصل على البعثه ديال الفريق اللي شفت فيها مواقع التواصل، ولا اللاعب بناني، بان السي امين بن هاشم حتى هو من المدربين اللي تعطيو واحد اللاعبين الشباب، تعطيهم تما فرصه ديالهم باش يكونوا مع الفريق الاول. بالرغم بان كاس العالم للانديه اللي غيواجه فرق اللي هي كبيره، مانشستر سيتي، فريق جيفونتيس، فريق العين الاماراتي. ولكن امين بن هاشم شفت الستاف تكنيك اللي معاه، لا السي عبد الصمد الوراد، لا السي ابراهيم النقاش، لا السي زهير العروبي، ولا المعيد البدني اللي اسمح لي ما عرفتش الاسم ديالو. ولكن تنظن بان امين بن هاشم رد هذاك النفس ديال الفريق الوداد الرياضي، المكونات ديال الفريق الوداد الرياضي بانها كلها مرتاحه للعمل مع فريق مع السي امين بن هاشم. ونتمناو التوفيق. واللمسه ديالو ايضا الفريق ان تتشوف ان في البطوله الوطنيه 3 مقابلات الاخيره، الدوره 28 29 30 انها كانوا 3 ديال الانتصارات، 2 ديال المباريات مع سيفيا ومع فريق بورتو. كان فريق الوداد بانه مسيطر. كانوا بعض الاخطاء اللي استافد منهم امين بن هاشم، اللهم يستافد منهم في مباريات وديه دوليه. كانت مباراه اللي انتصر على الفريق الكندي ب 7-0 اللي خرج بها بخلاصه ديال شكون التشكيله اللي غيقدر دابا امين بن هاشم. عنده واحد التوليفه بان 11 لاعب اللي غتواجه مانشستر سيتي نهار 18. ومن هذا المنبر تنتمناو التوفيق للفريق الوداد الرياضي والسي امين بن هاشم. سي عبد الرحيم فاكر بالفعل سي امين في اللقاء الوديين اللي ضد بورتو اشبيليه كنت تحدثتي على درجه الانسجام ديال المجموعه، ومن خلال اللقاء الاخير ديال سان لورين الكندي اللي انتصر بها الفريق ب 7-0، واش بلغتي لهذيك المجموعه بلغات لهذيك درجه الانسجام؟ هو ممكن نقول لك انه المباراه ديال سيفي وديال بورتو كانوا مختلفات، لانه المباراه ديال سيفي بالنسبه لي كانت مباراه تجريبيه، لانه عطينا فيها واحد ان طون جو لعدد من اللاعبين اللي كان خصهم ياخذوا الفرصه ديالهم. ما يمكنش نحكم على لاعب هو مع مدرب اخر، خصني نحكم عليه هو معايا. دونك لما تاخذ القرار تاخذه عن قناعه. دونك عطيت وقت للاعبين باش ياخذوا الفرصه ديالهم. بعد ذلك جات المباراه ديال بورتو اللي نوعا ما مشينا بالستيل اللي بغينا نعتمدوا عليه، طريقه اللعب اللي بغينا نمشيو بها، وكنا موفقين فيها في المباراه ديال بورتو بنسبه مئويه كبيره. حاولنا دابا باش نزيدوا نطوروها، لانه هذيك الطريقه ديال اللعب وي مزيانه، ولكن خصك تطورها، خصك تلقى حلول اخرى، خصوصا انه الخصم اللي غتواجه فهو احسن من بورتو. مانشستر سيتي عندهم عدد كبير من لي سوليسيون، بوكو دو سوليسيون، بوكو دو سيركوي. دونك خصك تكون مركز بنسبه مئويه كبيره جدا وتكون سريع، لانه اللاعب ديالهم تعتمد على السرعه. دونك الا كنا حنا خانتنا السرعه فممكن انه واخا توقع هذاك لو سيركوي اللي غيعتمدوا عليه، ولكن الا ما مشيتيش بسرعه فغادي يصبوك ويقضيو الغرض. دونك هذا هو اللي كنركزوا عليه كثير. المباراه ديال سان لورون ما كانش بالنسبه لنا معيار، ولا كانت بالنسبه لنا انه بغينا نشوفوا المستوى ديالنا، لانه سان لورون فريق متوسط، ماشي شي فريق اللي يمكن يخلق لنا مشاكل، ولكن بغيت نحط اللاعبين في لي كونديسيون ديال لو ماتش اوفيسيال.
لانه الماتش غنلعبوا مع 12 ديال النهار ديال هنا وكاينه حراره مفرطه. فبغيت اللاعبين يعيشوا ذاك الجو ديال انه يفيق. دابا حنا في المغرب كتفيق الصباح تفطر كدير اون بيتيت سيونس داكتيفاسيون كتغدا ترتاح شويه والماتش حتى 6 ولا 8. دابا لا، بغيت اللاعب يفيق يفطر يلعب الماتش. دونك هذا الايقاع ديال الحياه الجديد بغينا نعيشوه. دونك فقنا الصباح فطرنا، فحتى وجبه الفطور غتعرف اشنو اللي مناسبك، لانه يمكن في لو شوفمون انه تحس باختناق، انه الماكله تطلع عليك. دونك كاين شي حوايج اللي بغينا نجربوهم. زيد عليها انه لي شوفمون كيبداو مع 11 وثلث، كتفطر مع 9 تركب في الكار تمشي للملعب، بدا لو شوفمون ديالك مع 11 وثلث، حراره مفرطه تلعب الماتش مع 12. هذا الايقاع ديال الحياه الجديده هو اللي بغيته انا للاعبين. وطلبت من اللاعبين انه الخصم ما غاديش انه يجرينا، ما غاديش يتعبنا، ولكن حنا بغينا نرفعوا ايقاع وكرينا بوكو دابيل باش نجريو، باش نكون خصنا نجريو، لانه السيتي غيجريونا بغينا ولا كرهنا. دونك خصنا نجريو في هذا الجو هذا، خصنا نعانيو، نحسوا بالمعاناه اللي غنحسوا بها نهار الماتش. ما غندخلش انا وندير لا بوسيسيون وناخذ الكره بشويه عليا ونلعب بخاطري، لانه نهار الماتش ديال السيتي ما غنلقاش هذا الشيء هذا. دونك هذا اللي خلانا اختارينا المباراه في هذاك الوقت، والحمد لله جربنا وهي صعيبه، مي هذا واقع خصك تلعب فيه. وهذا التوقيت راه لينا والسيتي بجوج ماشي غير حنا. هذا هو الهدف اللي كان من هذه المباراه هذه. زيد عليه الحصص التدريبيه. دابا كنا في الاول في مرحله ديال الاعداد للتظاهره ككل، لو تورنوا كامل. دابا كنا في مرحله اعداد المباراه ديال مان سيتي، عندها خصوصيات. يمكن هذه دابا اسبوعين مع ليكيب داتا خدامين في الفيديو باش تنشوفوا لي سيركوي اللي كيتعاودوا بزاف عند السيتي، لانه كتلقى دي سيركوي اللي كيعاودوهم بزاف، واحد دي سيتياسيون اللي كثار وبسرعه. دونك حاولنا نشوفوهم وحاولنا نلقاو واحد التركيبه بشريه متوازنه اللي غتلعب لهذه المباراه، باش اولا نحدوا من الخطوره ديال الخصم، ثانيا انك تخرج تلعب انت، لانه ما غنبقاوش حنا المباراه كامله وحنا كندافعوا. خصنا حتى حنا نخلقوا فرص باش دي كونتر بسرعه، لانه اكبر الانديه الاوروبيه لما لعبت مع السيتي، وهذا هو الهضره اللي قلت للاعبين لما لعبوا مع السيتي راه ما خرجوش يلعبوا الكره، راه سدوا. راه ريال مدريد ولعبت في الثلث الاخير ديالهم مشاو بدي كونتر. دونك ماشي عيب انك تدافع، ولكن خصك تستمتع وانت كتدافع، خص يكون عاجبك الحال وكتدافع، خص يكون عاجبك الحال وانت كتحرم الخصم من المساحات، وانت كتحرم الخصم من انه يخلق فرص. خصك تستمتع بهذا الشيء. الا ما قدرتيش تستمتع بهذا الشيء وتبغيه غتقنط، والا قنطتي غدير كونسونطرا، والا مشى التركيز غتستقبل الاهداف. دونك هذا هو الميساج اللي كنحاولوا ما امكن نزرعوه في اللاعبين. زيد عليها الروح، لانه حنا المغاربه معروفين بروح قتاليه، معروفين مكردار، معروفين غندخلوا غادي تيقول لي واخا يبقى فيها عرق. دونك هذا الميساج هذا اللي كنحاول نوصلوا للعابه، انه خصنا ندخلوا نتقاتلوا في هذه المباراه هذه. بدينا كيف قلت لك دفاعيا، ومازال تنحاولوا نشوفوا، لانه هذوك الارقام ديال 4 3 1 5 2 هي ارقام التنشيط ديالها اللي صعيب. هذيك الارقام تخليها تهضر، تخليها تدوي في الملعب، هي اللي صعيبه. دونك هذه هي اللي واخده لنا وقت كثير، لو ستاف كامل تنحاولوا ما امكن باش نلقاو الرقم الصحيح ونحركوه في الملعب. نعم السي امين، جيتي في واحد الظرف وكنعرفوا الظرف اللي عاشته الوداد. لماذا الان علينا ان نشجع اكثر الوداد؟ ليس لانه فريق احنا كنا ما كاينش المغربي ما غيكونش مع الوداد الرياضي المغربي في هذه المنافسه، ولكن شفنا التحول اللي عاشته الوداد. واحد الوقيته الوداد ما عندهاش رئيس، ما عندهاش مدرب، ما عندهاش، ولكن كيفاش الوداديين استطاعوا انهم يدبروا هذه المرحله. وها هي الوداد الان بداك اللباس الجميل الانيق وديك الصوره الرائعه بداك اللوغو ايضا. هذه المره الثالثه اللي غادي تشارك فيها الوداد في مونديال الانديه مع السي الحسين عموته في 2017 بالامارات، ثم في المغرب مع المهدي النفطي. كانت مشاركات يعني عاديه ماشي. الان سي امين في البرنامج ديالك انت في التراويجيز هذه فاش خديتي هذه المسؤوليه، كتحاول انت راك عندك واحد النفس كتقاتل باش تحاول تدير اللمسه ديالك وتقدم. واش كاس العالم هو هدف وغايه ولا هو محطه؟ ايضا الوداد غادا تشوف خاصها ترجع تستفد ماديا من دوك الامكانيات، ترجع التوازن ديالها التقني والتكتيكي، وترجع لان الوداديين كلهم تعرفوا المشاركه كيفاش غادا تكون وبغاوها تكون وثاقين فيك انت، ولكن باغيين ايضا الوداد يرجع للتشامبيونز ليغ ويرجع للبطوله ويرجع. الان واش في الاهداف ديالك اللي مسطره؟ الله يكون في عونك. شوف غنبدا معك من بديت السي محمد. هو قلت لي المشاكل اللي عاشتها الوداد والمعاناه اللي عاناها واحد ما كانش رئيس. فعلا شوف ملي كتكون بوحدك وكتعيش مشاكل تدخل في ديبرسيون ومن بعد كتشرد. ولكن ملي كتكون عائله كيتناضلوا كيلقاو الحلول يعاونوك
وكتوقف على رجليك ويمكن تولي احسن. دونك وهذا هو لافونتاج اللي كاين عند نادي الوداد الرياضي، هو العائله. وصراحه كاينه عائله هي اللي خلات الوداد دائما يبقى في الرياضه ودائما يبقى فريق كبير. بالنسبه للاهداف، دائما اهداف الوداد الرياضي كانت تكون اهداف اللي ممكن تحقق دي زوبجيكتيف رياليزابل اللي يتحققوا. وما تنظنش انه اي واحد دابا غادي يقول لنا انه خصنا نمشيو نحققوا كاس العالم. فالاهداف اللي مسطره واللي مطلوبه جماهيريا ومن الاداره ومن الكل هي البطوله، هي لاكاف، هي كوب دو ترون. هادو 3 ديال الاهداف اللي محطوطين انه خصنا ننافسوا عليهم، خصنا نحققوهم. كاس العالم تبقى الهدف منه هو تكون مشاركه مشرفه. بطبيعه الحال عندنا طموحات كبيره، بغينا حتى حنا نمشيو بغينا نديو هذا طموح ديالنا مشروع، لكن نكونوا واقعيين. اداء مشرف، تاهل للدور الثاني، مباريات كبيره، تنظن انه الكل غيكون راضي ونكونوا فرحانين، ومن بعد نمشيو للاهداف ديالنا اللي هي ممكن تحقق. كاس العالم محطه مهمه خاصها تشرف كره القدم الوطنيه، خصنا نبانوا بوجه مشرف ونحافظوا على الصوره اللي عطاو المنتخبات الوطنيه المغربيه والانديه المغربيه. شفنا الصوره اللي عطاها المنتخب في كاس العالم قطر، شفنا الصوره اللي عطاو المنتخبات ديال الفئات السنيه، شفنا الانديه الوطنيه والمشاركات القاريه. فنادي الوداد الرياضي كذلك خصو يحافظ على هذه الصوره ويظهر بوجه مشرف ويشرف كره القدم الوطنيه. دونك هذه هي الاهداف ديالنا من هذه المشاركه هذه. نعم، اهداف منطقيه واقعيه واضحه. لا صراحه سي عمر، انا ما غاديش نختلف مع السي امين، حيت عارف المستوى ديالو، الكاريزما ديالو، كيفاش غيضبط له الجروب ديالو. الفريق بان الفريق راه كان بعيد من المنافسه في البطوله الوطنيه، ملي جا هو بان ضمن المشاركه في الاتحاد الافريقي، ضمن المشاركه في الاتحاد الافريقي السنه المقبله، عنده تحدي ديال كاس العالم اللي هو خاضو بانه بروجي ديالو حتى هو باغي يديروا السي في ديالو الوداد الرياضي، ان اسم ديال الوداد. راه سبق السي ابو السالو قلتي بانهم كان 2 ديال المشاركات، والمشاركه الاخرى اللي كانت واقعه في الامارات جو كخوا راه كان زهير الامارات الاولى كانت هذيك اللي كان عموت 2017 كان ابراهيم النقاش وزهير العروبي كلاعبين. دابا في الطاقم التقني مع السي امين بن هاشم اختار الطاقم التقني بانه يشتغل معاه بواحد الاحترافيه. شوف دابا التدريب كيفاش بانها تبدلت، بان المباراه غتكون مع الساعه 12. المدرب كيفاش الوعي ديالو، كيفاش التدريب ديالو، كيفاش ليسونس اناليز ديال فريق مانشستر سيتي اللي هو خصم غير مانشستر سيتي اللي هي غير بالاسم فريق اللي هو كبير وغيحترم امين بن هاشم. ولكن انا تنعرف فريق الوداد راه قال واحد الكلمه السي امين بان المغاربه كلهم ما تيرضوش بانهم راه ما غيخلوش الكره غير مانشستر سيتي، راه ملي غياخذوا الكره راه ضروري ما غيكونوا مرتدات وغيسجلوا اهداف ان شاء الله على مانشستر سيتي، وخاصه مع مدرب بحال هذا، مدرب كيبغي يربح، مدرب اللي شتيه كيفاش تغيرت الوداد في هذوك 3 ديال المقابلات، 3 المباريات الاخيره، الوجود ديالو، الحضور ديالو، وتا في المباريات اللي ديالها مع بورتو ولا مع سيفيا راه كانوا مباريات اللي كبيره، راه كانوا الوداد سباقين باش يسجلوا لا مع بورتو ولا مع سيفيا. سي امين، قبل السفر كان واحد الاجتماع مع رئيس الجامعه اللي حضر وتكلم مع اللاعبين ومعكم كاطار تقني مغربي. هذاك الاثار ديال واش خلفت هذيك الكلمه ديالو شي اثار على اللاعبين، ولا سيما انت قريب من اللاعبين وكتعرف وعندك تجربه فيما يخص هذه الكلمات وهذا الحضور ديال اللي كيكون من شخصيات وازنه؟ بطبيعه الحال شوف، هو الفريق لما تيحس انه محتضن الكل وانه المغرب كله بجنب الفريق وانه رئيس الجامعه حضر وحفزنا، وصراحه فهكذا قال لي امين اي حاجه احتاجيتيها هنا خذها، اللي بغيتي خذوا. لو ستاف ديال ليكيب ناسيونال احتاجيتي شي حاجه منهم خذها، الاناليز فيديو، ستاف ميديك، اي حاجه احتاجيتوها المركز كله راه ديالكم. بغيتوا نصيفط معكم شي حد نصيفط معكم اللي بغيتوا، هكذا حرفيا قال لي اللي بغيتوا خذوه. دونك اللاعبين قال لهم اسمعوا انتم اليوم غادي تمثلوا المغرب، تمثلوا الوداد وي، ولكن الوداد راه يمثل المغرب، دونك انتم كتمثلوا المغرب وحنا تايقين فيكم، وان شاء الله غتشرفوا كره القدم الوطنيه وحنا غادي نكونوا بجنبكم وغنحضروا معكم ونساندوكم. دونك هذه كانت كلمه محفزه ديال رئيس الجامعه اللي حضر هو السي مقروف، وحفزوا اللاعبين. بطبيعه الحال كان معنا حتى الرئيس هشام ايتمنا، دونك حفزوا اللاعبين والمغاربه كلهم بجنبكم. وحتى حنا هنا في الولايات المتحده الامريكيه ما تصورش الكم ديال المغاربه اللي كيشجعونا ولقيناهم في المطار ومحبيننا وتابعيننا ويجيو حدا الفندق. فصراحه كنعيشوا اجواء رائعه جدا. يبقى نتمنى حنا ان شاء الله نكونوا في المستوى ونزيدوا تشريف كره القدم الوطنيه. وكيف تعرف المباراه الاولى هي المباراه. ما نمشي معك المباريات السي امين، محمد امين بن هاشم مشى معكم اسماعيل فتح الحكم الدولي المغربي الامريكي، هذا هو السيدي عثمان، واللي الان تكلف ب يعني الاشتغال في المجال دابا، خدام على التحكيم باش يعمل على التهيئه ديالو والتحضير ديالو. الجامعه كتعتمد عليه، ولكن مشى معكم؟ لا، هو صراحه انا كنت طلبت انه يكون معنا، لانه في النسخه الاولى في كاس العالم للانديه كان ابراهيم النقاش خدا كارطون روج، كان ديك الساعه يلعب الفار. النسخه الثانيه جبران
خدا كارطون روج ديال البينالتي، الحوار ديالو مع الحكم. دونك هادو جوج ديال التجارب اللي جراهم نادي الوداد الرياضي في كاس العالم، جوج مباريات جوج دو كارطون روج. دونك كنت طلبت انه السي اسماعيل فتحي يكون معنا باش على الاقل يوضح لنا، لانه دائما كاينه قوانين جديده في كره القدم باش يسهل لنا نوعا من الماموريه. نتمنى المانع يكون خير لانه ما حضرش معنا. نعم، يمكن دابا هاد الترتيب ديال ما غاديش نقولوا واش القرعه كانت رحيمه، لان كاينين 32 والوداد ضمن هاد لاكريم، يعني ضمن هاد الانديه الكبيره اللي حاضره في كاس العالم في هذا المحفل العالمي. ولكن هذا الترتيب البدايه غتبداو مع مانشستر سيتي نهار 18، وانا غادي غنضحكك شي شويه. دابا غادي تلعبوا نهار 18 وراه واعد الميلاد ديالك انت نهار 20. اش تضحك يا صاحبي؟ راه نهار 18 عندك راه ما يجي قدي وامين. دابا هذا عيد ميلاد، وانا بغيت يكون ان شاء الله ميلاد فريق كبير تما يكبر مع هذوك الكبار، وهو الكبير ولكن يزيد يحقق نتائج كبيره، ولكن يكبر معاه ايضا اطار وطني على غرار وليد الركراكي وعلى غرار كل هاد الكبار اللي كاينين جمال السلامي ويوصل لنا الطموح. هذا الترتيب ديال المباريات، البدايه نهار 18 يعني على بعد يومين من عيد الميلاد ديالك ثم المباراه الثانيه نهار 22، ثم نهار 26 مانشستر سيتي، اليوفي والعين الاماراتي. هذا الترتيب هذا هو فكرتيني قبل ما نبداك، لانه حتى وليد الركراكي راه كان جا لنا المعسكر، هو ورشيد بن محمود، حتى هما حفزوا اللاعبين، حتى هما شجعوهم، وحتى هما قالوا لي اي حاجه احتاجيت يا امين حنا راه الاشاره اللي بغيتي تاخذ يمشي معاك يمشي معاك، وحنا راه كندعموكم وحنا دائما بجنبكم. دونك باش نعطيو كل واحد الحق ديالو. نعم. هو المجموعه صعيبه ودابا المدرب السابق موكوينا كان بغا غوارديولا، مشى وخلانا انا حاصل معاه. كان هو اللي كان باغي، قال لك اللي كيتمنى يتلاقى معاه، هو اللي كان باغي مشى هو وخلانا انا حاصل. هو جاب لك غوارديولا ومشى. الماتش الاول، المباراه الاولى قفل. المباراه الاولى هي اللي غادي تعطيك فين كيفاش يمكن تمشي للمباراه الثانيه والثالثه، لانه المباراه الاولى تتعطيك المجموعه فين غادا، فين كاينين الاقوياء ديال المجموعه، اشنو داروا في المباريات الاولى. هنا غتعرف تجيري الماتش الثاني، واش المباراه الثانيه غتخرج تغامر وتقلب تربح، واش المباراه الثانيه تقلب على تعادل وتسد وتسنى. دونك ذاك الماتش الاول، وحنا الماتش الاول جانا صعيب مع المان سيتي، مي حتى هما راه صعيب عليهم، لانه كتعرف راه حنا كتوقع لنا في المغرب لما تلعب في كاس العرش وتلعب مع نادي اللي ما تفرجتيش فيه بزاف، او نادي اللي تغيروا فيه عدد ديال اللاعبين بزاف، او تغير ليه المدرب، فكتحير، كتعرفش كيفاش تتعامل معاه. دونك حتى هما راه غيلقاو صعوبات باش يديروا الاناليز ديالهم علينا، لانه كاينه تغييرات كبيره في التركيبه البشريه، تغير المدرب، فغادي يلقاو كذلك مشاكل، غيلقاو مشاكل انهم يتعاملوا معنا. مي كيف قلت لك الماتش الاول هو اللي غادي يورينا الطريق ديالنا فين غادي نمشيو. نتمنى اهم حاجه هي ما نهزموش، لانه الا خدينا تعادل غادي ان شاء الله نعرفوا كيفاش نجيروا لي دو ماتش اللي جايين. قدر الله وكانت هزيمه، دونك المباراه الثانيه خصك تغامر، ما يمكنش، وخصك تشوف حتى لا يوفي اشنو غادي دير في المباراه الاولى ديالها مع العين، لانه هنا تدخل في بزاف ديال لا جيستيون. لا جيستيون ديال ليفيكتيف ديالك، لا جيستيون ديال المجموعه، لانه حتى المجموعه خصك تعرف كيفاش تجيرها، كيفاش تتعامل معها. لا جيستيون ديال لي بليسيور، لا جيستيون ديال لو طون، لانه حتى كل 3 ايام تلعب مباراه ما متعودينش عليها حنا، خصوصا في هذا الجو الحار. غادي تلعب مع 12 مع السيتي، المباراه الثانيه مع لا يوفي غتلعب مع 12، زيد عليها رحله، لانه حنا دابا كاينين في واشنطن والمباراه غتكون في فيلادلفيا، وكان عندنا اختيار، يا اما المباراه نهار الاربعاء، دونك لو ماردي لو فواياج نديروه بارافيون، ولا درناه بارافيون دونك خصنا نخرجوا من الفندق نمشيو للمطار وتسناو وتركب في الطياره وتوصل تنزل تعاود تشد الكار باش تمشي لوطيل، دونك غنمشيو لواحد 6 ديال السوايع. الوغ كو الا مشينا في لو بوس ديريكت عندنا 2 ساعة ونص، دونك 2 ساعة ونص من الفندق ديالنا الفندق اللي في فيلادلفيا، وعندنا حصه تدريبيه، وغتكون عندنا حصه تدريبيه في فيلادلفيا، ماشي في المركب اللي غادي نلعبوا فيه، ففي ملعب اخر. والمباراه غتكون عندنا لو ميركودي مع 12، نساليو الماتش نعاود نرجعوا لواشنطن، دونك حنا جالسين في واشنطن والمباريات في فيلادلفيا، والماتش الاخير هو اللي غيكون عندنا. نعم. هي الرحله حنا عندنا اقل، لانه السيتي كاينين جو بونس في ميامي، دونك السيتي عندهم مسافه كبر منا، غادي يضربوا مسافه كبر منا باش انهم يكونوا في فيلادلفيا. نعم. وهذا كله سي لا فيفا اللي حاطها هادشي، ولا فيفا اللي دايره هادشي. نعم. اتبقى معايا امين، كنعتذر لك فقط فاصل قصير ثم غادي نرجع امريكا الى امريكان. نمشيو لعند السي امين بن هاشم، الاطار الوطني المغربي، والان الوداد الرياضي المغربي ممثل كره القدم الوطنيه
كنتذكروا الفرق اللي كانت شاركات، من بينها الرجاء بلغت النهائي في 2013 في المغرب، وشاركت قبل في سنه 2000 بالبرازيل. ثم ايضا المغرب الرياضي التطواني اللي كان شارك في 2014، والوداد مشاركه 3 ديال المره الثالثه. سي امين، كاين الدفء ديال المحبين وديال الجماهير، وشفنا راه يعني ذاك التوني راه ما بقاش، التوني ديال القميص ديال الوداد ما كاينش، ما بقاش نفد. وكيفاش كتعيشوا تما؟ كاين حسيتوا بواحد الدفء؟ حسيتوا على ان ماشي بوحدكم انتم في امريكا؟ بطبيعه الحال هذا الشيء حسينا به في المغرب في البدايه من المغرب، وحسينا به حتى في لوفيرتور ديال السطور، وشفنا الكم الهائل من الجماهير اللي جات كتقتني القميص ديال نادي الوداد الرياضي، وشفنا الحب ديال الجماهير للنادي ديالو. حتى الوقت اللي كنا غاديين لايروبور فكانت جماهير اللي ساندتنا واللي شجعتنا واللي تبعتنا، جماهير كذلك كانت في المطار. بعد الوصول ديالنا لقينا كذلك جماهير في المطار استقبلتنا بالورود وبالرايات، سواء ديال المغرب سواء الرايات ديال الوداد الرياضي. دونك حسينا بالدفء وجاو تبعونا حتى للفندق. وحاليا حتى ملي كنخرجوا للتدريب تنبغيو للتدريب فكنلقاوهم دائما متواجدين بالليل، دائما حاضرين حدا الفندق، دائما متبعينا، دائما الرجال والنساء. حتى المباراه اللي لعبنا مع سان لورو فكان بعض المغاربه اللي جاوا وحضروا هذيك المباراه، فحاسين انه كاين دفء. وحتى ملي تنسمعوا العدد ديال الجماهير اللي خدا لي تيكي، العدد ديال الجماهير اللي جاي، فكل هذا الشيء تنحسوا انه فرقه عندها مواليها، هكا كي كنقولوا فرقه تكون عندها مواليها ما تخافش. جميل. ما تخافش على ملي يكون عندها مواليها. الوقت اللي تكون بوحدك هنا اللي صعيب، هنا اللي كتحس انك معزول، هنا كتحس انه الضرب يقدر يجيك من اي جهه، ولكن ملي كتكون محمي من الجماهير ديالك قلت لك فرقه عندها مواليها ما تخافش. نعم. اذا رساله ديال سي محمد امين بن هاشم من امريكا، وحنا كتفصلنا ايام قليله باش ندخلوا للمنافسات كره القدم اللي كتعيش واحد الصحوه، واحد التوهج عالمي اليوم. الوداد الرياضي المغربي، ما هي رساله واحد من ابناء الوطن من خيره ما انجبت كره القدم الوطنيه؟ انت امين، انت ابن شرعي لكره القدم الوطنيه وللرياضه الوطنيه، رسالتك من هناك يعني لما توجه رسالتك وحنا معاك، وكيف ما كانت النتائج كيف ما كانت، المهم كل شيء معك. رساله غتكون موجهه لجميع المغاربه انهم يدعوا معنا، انه يكونوا بجنبنا. احنا كنمثلوا الوداد الرياضي وي، مي كنمثلوا كذلك المغرب كله. المغاربه كلهم ما تنظنش انه المغاربه ما غيتفرجوا في المباريات، ما تنظنش انه المغاربه ما غيشجعوناش ما غيحفزوناش، وحنا هذا التصور عندنا ومتبعين كذلك حتى الدعم اللي كاين هنا في امريكا. فمغاربه العالم كلهم حاسين بهم انهم معنا، نطلب منهم انهم يزيدوا يشجعونا، يزيدوا يدعمونا ويعاونونا، لانهم محتاجين حنا الدفء ديالهم. راه المباريات ما ساهلينش، راه القيمه ديال النوادي اللي غنلعبوا ضدها ما سهلاش، والا كان معنا كذلك حتى دعم جماهيري داخل الملعب، راه تنظن انه غادي نكونوا في المستوى ونحققوا نتائج ايجابيه. لانه هذا الشيء انا عشته في كومبلكس محمد سانك، لما تنجي نلعب ضد نادي الوداد الرياضي تيكون عندي احساس عادي. ولكن نهار كنت انا مدرب ديال الوداد الرياضي ودخلت دونور وشفت هذاك الجمهور معايا، دونور كيدور ديك الساعه عاد حسيت بالخلعه صراحه. الوقت اللي تنكون ضدهم ما كنحسش بالخلعه، ولكن نهار كانوا معايا عاد حسيت بالخلعه، عاد حسيت انه عندي حمل ثقيل، عاد حسيت انه الناس ما خصنيش نخيبهم. وي ما خصنيش نخيبهم لانه معايا. من قبل كانوا ضدي ما عنديش مشكل، ولكن الوقت اللي تحسبوا معك، وهذا هو الاحساس اللي كنحسوا به حاليا، انه كنحسوا بالمغاربه كلهم معنا وما خصناش نخيبوهم وما خصنا نشرفوهم. فنتمنى انه نكونوا ان شاء الله في المستوى ونفرحوا جميع المغاربه ونكملوا على المسار ديال كره القدم الوطنيه. وكذلك نبغي نزيد ان شاء الله الرحمن الرحيم نزكي مدرسه ديال تكوين المدربين في المغرب، اللي عطات مدربين اللي بينوا على الكفاءه ديالهم خارج المغرب. في المغرب بداوها وبينوها خارج المغرب، وعندنا امثله كثيره كحسين عموته، كجمال سلامي، كهشام الدميعي اللي مشى المنتخب البحريني، رشيد طوسي، رشيد طوسي، كلهم مدربين اللي خرجوا برا المغرب وقدروا يحققوا نتائج ايجابيه. حتى وليد نهار جماهير الوداد الرياضي خصها تلتف حول الفريق وتذوب الخلافات، لان الفريق مقبل على تحديات كبرى ما يمكنش نتجاوزوها الا ما كانش اليد في اليد وكنا خلف الفريق ديالنا وتفعيل مبدا كلمه العائله. عاش الوداد ولا عاش من خاناه. نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، ولكم جزيل الشكر.